القرد ما كانش معاه فلوس حتى يشتري أكل، بس ساعتها شاف واحدة ست معدية فبدأ يرقص يمكن تديله شوية فكة، لكن الست ما بصتلهوش حتى. في اللحظة دي ولد كان قاعد قريب بدأ يضحك ويتريق على القرد. بعد شوية راجل غني عدى من هناك. أول ما الولد شافه طلع الطبلة وبدأ يطبل عشان يمكن الراجل يديله حاجة، لكن برضه ما خدش ولا مليم. المرة دي القرد هو اللي اتريق على الولد، وفجأة راكب موتوسيكل وقعت منه عملة بالغلط. القرد والولد اتفاجئوا لما شافوها. القرد جري بسرعة وقال إن دي عملته، بس الولد رفض ودفشه وخد العملة. القرد نط على راس الولد وخطف العملة منه وجري، والولد جري وراه، لكن فجأة الاتنين خبطوا في حيطة واتطيروا في الهواء. وسط الفوضى الولد قدر ياخد العملة تاني ويهرب سليم، بينما القرد اتعلق في يافطة عليها صورة بنت. أول ما شاف الصورة القرد جات له فكرة ذكية جدا. في الوقت ده الولد كان لسه بيجري، وفجأة وقف لما ظهرت قدامه بنت جميلة. البنت شغلته بكلامها وبحنكتها سرقت منه العملة ومشيت. بس لما الولد اكتشف إن البنت دي كانت القرد متنكر بدأت خناقة جديدة بينهم. خناقتهم كانت شبه رقصة أكتر من إنها خناقة، ومن غير ما ياخدوا بالهم الناس اتجمعت حواليهم. الجمهور بدأ يرمي عليهم فلوس. لما شافوا كده الولد والقرد قرروا يشتغلوا سوا من وقتها وبقوا أصحاب بدل ما يكونوا أعداء.